السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير كتير. معلش ما نزلتش فيديو معاكم امبارح عشان طبعا انتوا عارفين ان انا كنت تعبانة. الحمد لله انا النهارده بقيت احسن كتير، يعني الحمد لله. النهارده هنعمل مع بعض نسكافيه برغوة، الفوم بقى بتاع النسكافيه بتاعنا اللي احنا بنشربه، اللي انا اصلا بزهقكم منه كل يوم. كل مره لما باجي اعمل فيديو، اغلب الفيديوهات بعمل كوبايه النسكافيه معاكم واوجع دماغكم بقى بالمضرب والكلام ده. لا، احنا النهارده هنعمل بقى فوم كتير ونحطه في علبه كده مقفوله ونحطه معانا بقى في التلاجة في الفريزر، حسب الكمية اللي انت هتعمليها. عملتي كمية كبيرة هتقسميها، حطي نصها في التلاجة ونصها في الفريزر. عملتي كمية علبة زي دي كده، حطيها تحت في التلاجة تقعد معاكي اسبوع او 10 ايام. وتقيلة جدا. وعملنا بقى منها احلى كوبايتين نسكافيه كده حلوين، دول بلبن. واللي ورا دي انا عملتها بميه بس، عشان لو انت مش بتحبي اللبن، يعني من الناس عداء اللبن دول، منتجات اللبن، في ناس كتير ما بتحبش منتجات اللبن، يعني لبن وجبن لا، فانت ممكن تعملها بميه. ماشي. وهنقفلها كده بالعلبة، يكون ليها غطا كده حلو، نحطها في التلاجة. هيبقى معاكي احلى يعني فوم بقى، ولا تقولي بقى نشربها في كافيه ولا في اي حاجة، لا. يلا بينا بقى نخش على الوصفة، هقول لكم بقى خطوة خطوة، واحدة واحدة. انا معايا برطمان نسكافيه، اي كمية نسكافيه عندك. ده نسكافيه اللي هو قهوة سريعة الذوبان او نسكافيه كلاسيك ايا كان، بس مش القهوة المصري بتاعتنا، لا، هي اسمه نسكافيه قهوة سريعة الذوبان. ومعايا سكر ومية. ماشي. انا عايزه اقول لكم برطمان النسكافيه ده دلوقتي بقى ب50 جنيه، انا جايباه اخر مره ب35 جنيه. يلا مش مشكله، الحمد لله. بصوا هناخد بقى منه كوبايه، حسب الكميه، اي كوبايه عندك هنعاير بيها، بس نفس الكوبايه دي نعاير بيها الثلاث حاجات، النسكافيه والسكر والميه. انا خدت من الكوبايه الصغيره دي، عايرت بيها نسكافيه. ونحط بقى في بوله، نجيب بوله كبيره او طبق بلاستيك اي حاجه عندك، حطيت فيها نسكافيه، احط في نفس الكوبايه السكر، نفس الكميه هنا نفس الكميه في كل حاجه، عشان لازم عندي يبقى نفس الثلاث حاجات نفس الكميه متساويه. وحطيت السكر، وبعدين ارجع احط الميه كمان. النسكافيه ده العلبة دي هتبقى عندك في التلاجة بقى، ولا جوزك ينزل يروح على الكافيه يقعد مع صحابه يشربوا نسكافيه، ولا اي حاجة خالص. يعني انت بصي هتعملي لهم كافيه عندك في البيت، مش هتحرموهم من حاجة. هيبقى سهل جدا وحلو وسريع. جاتلك جارتك، جاتلك صاحبتك، عندك العلبة في التلاجة، مش مضطرة تقفي في المطبخ تضيعي وقت، لا، هتحطي معلقة منها في الكوباية وتصبي على اللبن السخن على طول. ممكن وانتي قاعدة مع صاحبتك او جارتك تخلي بنتك الصغيرة او ابنك يعمل لك احلى كوباية النسكافيه. خلاص حطيناهم بقى، هنضرب يبقى حطينا السكر والنسكافيه والمية بنفس كمية ونفس الكوباية. في بولة هنضربهم بقى بالمضرب الكهرباء. نبدأ الأول بسرعة بسيطة، وبعدين نعلي السرعة عشان مش يطرطش حوالينا على الرخامة. تمام تمام. بصوا بقى، لو انت ما عندكيش مضرب كهرباء ممكن نعمل بالخلاط نفس الكمية او نفس الطريقة دي في خلاط الكهرباء عادي بتاعنا. ممكن لو ما فيش خلاط لا قدر الله، يعني نعمل بالشاليمو البلاستيك، شاليمو اللي هي الشفاطة اللي بتاعت العصير، بس يكون تخينة كده ونوعها تخين شوية متماسك. مش اي شفاطة، مش اي شاليمو خفيفة رقيقة دي، لا، يعني دي شاليمو التخينة شوية دي. ماشي. نضرب بقى كتير بالمضرب، هيقعد نضرب كده دي 10 دقايق. هيبدأ بقى يتقل معانا كتير، يبقى عامل زي كريمي كده، ولونه هيفتح خالص. بس احنا مش طبعا هنفضل مشغلين المضرب الكهرباء 10 دقايق بحالهم، لا، احنا نضرب شوية ونريحه شوية عشان ما يبوظش مننا. بص انا واقفة عمالة ابحث منه. بصوا كمان في طريقة تانية، هو نفس الطريقة دي بس بنحط عليها بقى لبن بودرة وكريم جانتيه. بصراحة انا جربتها، يعني ما اكدبش عليكم، جربتها بس ما عجبتنيش. حسيت ان هو مش النسكافيه اللي انا متعودة عليه. ده النسكافيه اللي انا متعودة عليه، اشربه كده احس بطعم القهوة في بقي. لكن التاني اللي هو بالكريم جانتيه واللبن البودرة، هو دسم وتقيل، بس موديني حتة تانية خالص. لا انا ما حبيتهوش. انت حباه ممكن تجربيه نفس الطريقة، تحطي عليها 3 معالق لبن بودرة و3 معالق كريم جانتيه، وتضربيهم برضك. خلاص بصوا انا خلصت اهو بعد 10 دقايق ضرب. بصوا قوام تقيل جدا ولونه فتح، وما شاء الله عندي البوله كلها اتملت. يعني الكميه، بصوا كنا واخدين قد ايه نسكافيه، حبه صغيرين ملالي البوله كبيره. خلاص خلصت. هنزل بقى بيهم في علبه كده حلوه كده ليها غطا، المهم يبقى ليها غطا عشان اعرف احافظ عليها واقفلها واحطها في التلاجة.
عشان لما نحافظ عليها نقفلها بعلبة كده ليها غطا، هتقعد معانا مدة طويلة في التلاجة. ممكن تقعد معاكي في التلاجة من مدة اسبوع ل10 ايام ولا يحصل لها اي حاجة. عملتي كمية كبيرة بقى، هنقسمها، هناخد حبة منها نحطهم تحت في علبة في التلاجة، والباقي نحطه في الفريزر. ماشي. لو انت بقى عملتيه في الخلاط مش هيقعد معاكي وقت طويل، يعني الخلاط ممكن تبقى سايلة، مش تقيلة زي دي. وبيقعد معاكي 3 ايام بس في التلاجة، مش وبيبوظ على طول. ماشي. هناخد بقى معلقة منه، نيجي بقى ناخد معلقة منه كبيرة في الكوباية، ونصب عليها بقى اللبن السخن، مية سخنة. انا عملت الكوباية الاولانية دي بلبن، والكوباية التانية هنعملها بمية، عشان لو مش بتحبي انتي اللبن هعمله بمية هيبقى حلو برضه. بصوا الفوم عامل ازاي. خلاص، دي اول كوباية بلبن. هنعمل بقى الكوباية التانية دي هنصب عليها مية بس، مش هنحط لبن. لو انت اول مرة تشوفيني متنسيش تخشي على القناة، تعملي لايك واشتراك وسبسكرايب. يلا الفيديو يعجبكم ان شاء الله. هنزينه بقى الوش. بصوا هنجيب شويه نسكافيه من اللي احنا واخدين منه عادي، النسكافيه بتاعنا، ونرش نفركه كده بايدينا على الوش كده من فوق، يبقى حلو. نزينه بقى، ما حرمناكوش من اي حاجه يعني. بصي اعمليها، قولي لجوزك بص ادفع فيها بقى 10 جنيه بس، هي 10 جنيه، ولا احلى كافيه تقعد عليه تحت. خلاص هنعمل بقى كوبايه تانية برضك. ناخد معلقه كبيره منها ونحطها. عايزه تعلي الفوم يبقى فوم اكتر من كده، ده بايدك كتري الفوم اللي تاخديه من المعلقه، يعني خدي من العلبه خدي بقى معلقتين كبار. لكن انا بحط معلقه واحده حلوه وبحط عليها اللبن، بيبقى عندي الفوم كويس. خلاص خدنا، نقفل العلبه ونحطها في التلاجة. زي ما قلت لك هتقعد معاكي اسبوع، 10 ايام في التلاجة. اكتر من كده نحطها في الفريزر. تاخدي منها وتدخليها تاني التلاجة. بصوا بقى، انا ما عنديش مضرب كهرباء، خلاط، ما عنديش خلاط شاليمو. انا بصوا بقى، ما رضيتش اعمل لكم في الخلاط، قلت لا اعمل لكم بقى بالحاجه الاصعب شويه، الشاليمو. عشان لو اسوء الظروف ما عندكيش خلاط ولا مضرب، نعمل بقى بالشاليمو. هي متعبه شويه، بتاخد وقت، بس في الاخر بتديكي برضك نتيجه كويسه. انا بقولك، انا عارفه، عايزه اقولك ان العلبه النسكافيه دي حلوه جدا عندك. جات لك جارتك مره واحده، صحابك جم طبوا عليكي فجاه، ولا تقفي تتعبي نفسك ولا تاخري نفسك في المطبخ، لا الحاجه عندك في التلاجة، تعملي على طول ومش هتاخدي وقت. وبرضك تنفعنا جدا في شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بعد الفطار بقى الواحد ما بيبقى واكل بقى، مش قادر يقف يعمل كوبايه نسكافيه، احنا بنعمل مواعين بالعافيه اصلا بعد الفطار. فعلى طول ناخد برضك، نطلع العلبه ناخد معلقه، تبقى جاهزه عندي انا، نصب اللبن ونقعد، تبقى حلوه جدا. خلاص حطينا برضك نفس الكميات برضك، اي كميه عندك. سكر، نسكافيه، ميه. انا كنت حاطه المره دي نص كوبايات، نص كوبايه سكر، نص كوبايه نسكافيه، بس كوبايه صغيره، عارفين دي كوبايه صغيره بتاعه القهوه كده. حاطه نصها ميه، نصها نسكافيه، نصها سكر. حطيتها في البرطمان، وبعمل بقى بالشاليمو. بصي بالشاليمو بعمل ازاي. بس زي ما قلت لك الشاليمو دي تبقى تخينه شويه، سميكه، عشان تبقى حلوه، تعمل معاكي فوم حلو. بصوا انا بس ايه البرطمان بيتحرك مني. فسلمى هتيجي استعنت بسلمى تمسكهولي. بصي اهو، ده قعدت اضرب فيه برضه هي 10 دقايق. بس في اختلاف في السمك. ده السمك ده تقيل. بصوا العلبة ما بيتحركش من العلبة، بصوا ما بيتزحلقش. ده السمك ده بيبقى خفيف شوية. نفس السمك ده هيطلع لك برضك من الخلاط، السمك الخفيف ده لو عملتيه في الخلاط هيطلع برضك نفس الخفية ده. فعشان كده بقولك بتاع الخلاط والشاليمو مش هيقعد معاكي في التلاجة اكتر من 3 ايام. ليه؟ لان هو لما بيقعد اكتر من 3 ايام بتلاقيه بيفصل كده، بتلاقي النسكافيه بدأ يتقل لفوق، يطلع لفوق الفوم، وبدأ من تحت يجمع ميه.
فعشان كده بيبقى خفيف فبيبوظ معاكي بسرعه. لكن النسكافيه التقيل اللي احنا الفوم التقيل اللي احنا عملناه بالمضرب البيض بيفضل تقيل معاكي المده كلها، السبع ايام او العشر ايام، بيفضل تقيل زي ما هو، زي ما عملتيه اول يوم العلبه هي لغايه معاكي اخر يوم ما تخلصي الكميه. بصي دي الكوبايه اللي انا ماسكاها دي اللي انا عملتها من الشاليمو من البرطمان، الكوبايه دي بقى من اللي انا عملتها من العلبه اللي انا عملتها بالمضرب. اه دي الفوم بتاعها تقيل شويه طبعا، دي بقى اللي هي من غير لبن. بص يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون بسيط كده بالنسبه لكم. انا عارفه ان هو في ناس كتير تعرف الطريقه، بس في مش مشكله، شوفيه بردك تاني وخدي فكره وخدي معلومه. ولو انت اول مره تشوفيني يا رب متنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب. باي باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.